ليش ايضا الاتحاد المنستيري ما تمكنش من تحقيق الهدف الكبير هذا؟ كل ذلك في تقرير صالح الهداوي. تابعوا بعض. الأحد 21 فبراير 2021 الاتحاد المنستيري يفشل في بلوغ دوري المجموعات من كأس الكاف رغم المردود المتميز تلت 90 دقيقة أمام منافس من الحجم الكبير الرجاء المغربي. ضربة الجزاء منحت ورقة العبور للفريق المغربي في نهاية المطاف. شوط أول ينطلق بصفة متأخرة لمدة 15 دقيقة لأسباب تنظيمية. الرجاء المغربي منذ البداية في الهجوم عبر كرة ثابتة من عبد الإله الحفيظي وإمكانية التسجيل الذي على الليبي سند الورفلي. ثم تدخل من وائل السعداوي على فهمي برمضان المطالبة بضربة جزاء. الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف يأمر بمواصلة اللعب. هجوم معاكس لفريق الرجاء، مالونغو في بناء العملية، وائل السعداوي يمر بجانب الهدف. تماس طويل من الياسمو، زياد المشموم في التحضير، شمبابا يضيع فرصة إحداث الفارق. الاتحاد المنستيري يزيد من ضغطه، تمهيد ممتاز من المشموم لعلي العمري، الحارس أنس الزنيتي يتدخل في الوقت المناسب. عمل كبير للمشموم من الجهة اليمنى، التوزيع الياس جلاسي بتسديدة قوية يعطي الأسبقية للاتحاد المنستيري 1-0. التوقيت 38 دقيقة لعب. الكرات الثابتة مثلت نقطة قوة الرجاء، الورفلي في التنفيذ، وائل السعداوي كرته مرت بسلام على مرمى البشير بن سعيد. الشوط الثاني فريق الرجاء يتحصل على مخالفة، سند الورفلي كرته بعيدة على مرمى البشير بن سعيد. ركنية للفريق المغربي، البشير بن سعيد على مرتين ينقذ مرماه. يعود من بعد الياسمو للهجوم، علي العمري يتخلص من رقابة الدفاع، يمهد بذكاء لتشمبابا، سفيان الرحيمي يتدخل في الوقت المناسب. مرة أخرى البشير بن سعيد ينقذ مرماه من هدف محقق بعد ما تصدى لرأسية الرحيمي في مرة أولى. مالونغو في المتابعة بكيفية غريبة يضيع فرصة سانحة للتسجيل. الرجاء يزيد من سرعته القصوى، عمر عرجون في التسديد، البشير بن سعيد في المكان المناسب. جونيور مبيلي اللي خذا مكانه في تشكيلة المدرب لسع جردة يجرب حظه من بعيد، لكن تسديدته مرت جانبية. الكرات الثابتة مثلت حل آخر لهجوم الياسمو، لكن دفاع الرجاء كان متمركز كما يلزم. الياس جلاسي يعمل كل شيء، مهدي تشمبابا فرصة الترشح يضيع على الزملاء المشمول. لنمر مباشرة إلى ضربات الجزاء اللي منحت الأفضلية للرجاء المغربي 6-5 بعد ما أضاع محمد الصغراوي الكرة الحاسمة. مالونغو أعطى التفوق للفريق المغربي والترشح لدوري المجموعات. الاتحاد المنستيري اللي قدم مباراتين في المستوى الكبير، كان ند للند نادي الرجاء، لكن ضربة جزاء كانت فاصلة، فالحمد لله على التأهل وشكرا على الاستضافة اللي قدمها نادي الاتحاد المنستيري لنادي الرجاء. تصريحات ما بعد المباراة والانطباع اللي نخرجوا به خالد ورضوان بأنه الاتحاد المنستيري قدم اللي نجم يقدمه رياضيا، واعطى ايضا شفنا حتى التصريح نتاع بوشروان الاخير، اعطى صوره جيده لتونس على المستوى التنظيمي، على المستوى حتى اللعب، مستوى الكروي. نجم نقولوا الكليشيه هذا اللي تعودنا عليه خروج مشرف، ام كان بالامكان احسن بالنسبه للاتحاد المنستيري؟ لا، هو الخروج مشرف ما فيش كلام، لكن يظهر لي على الانسامبل نتاع زوز مقابلات الاتحاد كان يستحق الحقيقه. ماهوش الوجه اللي وراه مش نتاع فريق مقارنه بالرجاء اصغر منه، بل بالعكس. على في مقابله الذهاب لعب الحظوظ نتاعو الكل، مشى ولعب وعمل الفرص. المقابله نتاع اليوم كيف كان في عديد الفترات في المقابله هو الاقرب للترشح. اللي يفوتوا الرجاء هو الخبره.
الحقيقه. واليوم حسب رايي ان ديتاي عمل الفارق، هو الخبره نتاع حارس مرمى الرجاء البيضاوي، لانه الرجاء على الحقيقه على الانسومبل نتاع لي دو ماتش ما كانش في مستوى كبير ياسر، ما ريناش الرجاء اللي متعودين بالمستوى العالي نتاعو. ممكن هذا مش عارف يرجع للنقائص، والا نقولوا خلى الاتحاد المنستيري كان افضل منه على زوز مقابلات. دونك الخروج يظهر لي مؤلم رغم الوجه المشرف اللي قدمه الاتحاد المنستيري. الموضوع كروي تكتيكي ام نجم نقولوا زاد رضوان ذهني، بمعنى انه الاتحاد المنستيري كستاف تكنيك كلاعبين خاصة كبروا الحجم نتاع الرجاء البيضاوي المغربي، لعبوا ضد الرجاء البيضاوي بالاسم الكبير وفي نهاية الأمر كانوا يمكن تغلبوا عليه على الملعب. لا الحقيقة ما نتصورش. أنا يمكن عندي أنوترافي رأي مختلف شوية. لو كان نحيو احنا الاسامي اليوم نتاع زوز فرق والالوان ما نجموش نفرقوا بين الرجاء والاتحاد المنستيري، خاصه بارابور معناتها الاسم والتجربه الكبيره نتاع الرجاء في الكؤوس الافريقيه. الاتحاد المنستيري لعب الند للند وكان اخطر وكان احسن على زوز مقابلات. نقول انا حسره كبيره في صفوف الاتحاد المنستيري والشارع الرياضي التونسي، لانه معناتها ضربه جزاء هي اللي حكمت في التاهل اليوم نتاع الاتحاد المنستيري، خلينا نقولوا الانجاز تاريخي، لانه في اول مشاركه ليه كان قاب قوسين او ادنى باش يتعدى لدوري المجموعات. في المجمل الحقيقه ما نجمش نلوم لا على مدرب ولا على لاعبين قدموا احسن ما عندهم. المدرب كانت الجيستيون نتاعو محترمه جدا في المقابله هذه، على مستوى الكاستينغ معناتها اختيار اللاعبين كانوا في اماكنهم كما يلزم، الشونجمون كان في وقته. شنو رضوان اللي كان ينقص معناتها اللي كان ينقص خاطر قام بالبال اهم انه سجل وسجل في وقت ممتاز، وقت ممتاز قبل نهايه الشوط الاول. انا نرى الحاجه اللي كانت ناقصه يمكن في الاتحاد المنستيري هي التجسيد، لازموا الحقيقه اكثر بيرسيفيرونس في الهجوم، اكثر مثابره باش ينجم يسجل هدف ثاني، كان قادر بتاتر يقتل به المقابله. صحيح ما كانتش فما كور كثيره اللي توصل منطقه 18 متر، لكن لهنا لازمنا نقولوا انه يلعب ضد الرجاء البيضاوي اللي الحقيقه معناتها حسب رايي شخصي الاتحاد المنستيري هو اللي فرض معناتها على الرجاء باش يظهر بالوجه هذايا، لانه حاول يخليني نقول يقص نقاط القوه نتاعو الكل. في المقابل ما كانش فعال هجوميا كما ينبغي، لانه الاتحاد اليوم معناتها ما قبلش اهداف، لكن في ضربات جزاء ما كانش من التاهل. فما عامل مهم برشا. الفريق هذا نتاع الاتحاد المنستيري بالمهاجم تشيمبمبا جونيور بروجي وبجونيور، لو كان من اول موسم موجودين ثلاثه لاعبين هذوما ممكن كان الفريق يلقى ليزوتوماتيزم بكري. صحيح. المقابله نتاع اليوم كان نجم يلعبها بالمستوى ولا الوجه الحقيقي نتاعو، خاطر اليوم خلينا نقول الحقيقه الاتحاد المنستيري على المستوى الدفاعي كان ممتاز، وهذا ممكن الفيزيونومي دو ماتش تفرض عليه انه ما يقبلش، وهذا اللي عملوا ساعه يعني ببنوت كبيره ياسر، انه على المستوى الدفاعي الجماعي كان ممتاز. نقصته كان الليزوتوماتيزم اللي ممكن نتاع فريق متعود يلعب برشا مع بعضه، لو كانت موجوده بالثلاثه لاعبين هذوما اللي كنت نذكر فيهم اللي يعوضوا يعني ما عندهمش برشا من اللي التحقوا بالفريق، بوتيتر كنا نجموا ندرب الاتحاد المنستيري دفاعيا باهي وهجوميا كان نجم يكون افيكاس اكثر. ما فماش سر، لانه علاش ظهر الاتحاد المنستيري دفاعيا بالقوه هذه؟ لانه فما استقرار، لانه فما ستابيليتي. كي نلقاو ثلاثه قلوب الدفاع هما بيدهم ديما بالرمضان على اليسار والمشموم على اليمين، الحارس المرمى وراهم نفس الشيء. اللي ينقص هو الاوتوماتيزم سيفري، لانه في الهجوميا تشيمبامبا جديد، روجي نفس الشيء، جونيور قاعد يتألق معناتها من المقابله الاخرى. بالنسبه لي انا اليوم كان رجل مقابله، صحيح الكل ما عملوا مقابله استثنائيه، لكن اليوم اجانب الاتحاد المنستيري صنعوا الفارق. ايماجين هما عندهم ليزوتوماتيزم مع الفريق من مده، يعني ممكن كان اليوم هجوميا مع الديسيبلين ديفونسيف لعبوا به، كان اللاعبين هذوما يوجهوا يعني بدلوا حقيقه وبدلوا وجه الفريق. لو كان جاهم بكري شويه كانوا الاتحاد كان نجم يتحدى المرحلة. زاد الفورمه، حتى رجعت الفورمه كسؤال الجلاسي ولا بالرمضان ولا مشموم، اللي اول موسم علاش ضيع شويه لي روبير الاتحاد، لانه ضاع ما بين الاتحاد الافريقي والبطوله. شفنا ما عندوش افكتيف كبير ولا بالرمضان ولا مشموم، اللي اول موسم علاش ضيع شويه لي روبير الاتحاد، لانه ضاع ما بين الاتحاد الافريقي والبطوله. شفنا ما عندوش افكتيف كبير اللي قادر يجاري به المقابلات هذوما. في المقابله هذه اليوم شفنا في التوب فورم تقريبا اللاعبين الكل، تقى في وسط الميدان زاد عمل مقابله كبيره ومحترمه جدا. دونك خلت الاتحاد يظهر في الوجه والثوب هذايا اللي معناتها نتاسفوا الكل لعدم التاهل نتاعو. ونتمناو بالطبيعه الحظ الاوفر مستقبلا في المسابقات الافريقيه وغيرها بالنسبه للاتحاد المنستيري. بعد شويه عندك اختيارات على المستوى الفني تنجيوها. خالد قبل هذا نذكركم بمسابقه ممكن كان ينقص موضوع الفاعليه الهجوميه، انه الافيكاسيتي
الهدف الثاني اللي كان ممكن يغير كل شيء. هذا هو الحقيقه. شوف انك تلعب ضد الرجاء البيضاوي، فريق نحبه نذكره ممتاز عنده الخبره، وتعمل المجهود هذا الكل كبير، مجهود ياسر في انك تفتك الكره وتمنعه انه يلعب الهجمه السريعه ولا الهجمه المركزه نتاعو، باش تلقى من بعد اللي ريسورس فيزيك يفول فير. علاش قلت لك ممكن ليزوتوماتيزم تاع اللاعبين اللي انضموا للاتحاد المنستيري كان جاوا موجودين من بكري، ممكن الفريق كان يستغل العامل هذايا ويسجل اهداف. واضح. يعطيك الصحه خالد. بالطبيعه الاتحاد المنستيري ما تمكنش اذا من العبور لدور المجموعات، لكن النادي الصفاقسي اللي